يعني إسقاط الرموز، إسقاط القدوات، لأجل أنهم إذا أسقطوا موسى سقط الدين الذي يمثله موسى والفكرة التي يدعو إليها، حتى حاولوا أن يذموا موسى عليه السلام بأنواع الذم، حتى ذموه في مناطقه التناسلية وقالوا هو آدر، يعني إما كبير الخصيتين أو عديمهما، حتى أنزل الله تعالى في ذلك قوله جل وعلا: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وكان قومه يغتسلون في مكان مختلط، يختلط بعضهم ببعض وينظر بعضهم إلى عورات بعض، وكان موسى عليه السلام لحيائه يغتسل في مكان بعيد عنهم، فلما وضع كما تعلمون ثوبه على حجر ودخل في الماء ليغتسل ثم خرج إلى الحجر، أمر الله تعالى الحجر فمشى بهذا الثوب، فجعل يجري وراء الحجر حتى مر على نفر يسير منهم فرأوه مكتمل الخلقة عليه السلام، حتى وقف الحجر فأخذ موسى عليه السلام الثوب وستر به نفسه وجعل يضرب الحجر ويقول ثوبي حجر، ثم جعل يضرب الحجر بعصا كانت معه. فدل هذا على أن بني إسرائيل كانوا يحاولون أن يسقطوا موسى عليه السلام من أعين الناس لأجل ألا يتبع الناس شرعه الذي أنزله الله تعالى وأمر موسى بإبلاغه للناس.